ان المستقبل رايح للاي اي، فهل اروح اتعلم اي اي عشان المستقبل رايح هناك؟ عايز تبقى مشهور؟ اطلع ارقص على التيك توك زي الشخصيات اللي كانت في GTA اللي هم الام بي سيز. صاحبي انا قررت اغير حياتي. صاحي الصبح رايح الجيم دلوقتي وبصور فلوج تغيير حياه. السلام عليكم. تاني يوم الحمد لله. امبارح كان يوم متعب جدا، حرفيا الواحد اتقتل يعني. التصوير اللي كان المفروض النهارده نكمله اتأجل لبكره. الموضوع بقى اسهل شويه ان انا اتكلم، وكده كده الواحد الحمد لله بيعرف يتكلم قدام الكاميرا، بس في الشارع ده اللي كان صعب. ولكن زي ما قلنا المفروض ان كل الناس دي ما تفرقش معايا، لان ما فيش حد فيهم بيصرف عليك ولا في حد فيهم هيدفع لك اشتراك النت. في نقطه برضو انه المفروض الواحد يكون بيتعامل مع الاشخاص اللي هو بيشوفهم او بيشوفوه في الشارع، زي الشخصيات اللي كانت في GTA اللي هم الام بي سيز، اللي هو النون بلايبل كاركتر، اللي هم بيبقوا في الشارع اللي انت كنت بتموتهم والبوليس يجي يقبض عليك. فهو نفس الفكره يعني. بس اتمنى ان الواحد يستمر بصراحه، وكل ما دماغي تقول لي اي حجه او تطلع لي اي حاجه بحاول ان انا اسكت الافكار دي بان انا اعمل حاجه، عشان هي بتبقى مجرد كلام ملوش اي افكار، ملهاش اي لازمه يعني، حاجات بس عشان ما اعملش اللي انا المفروض اعمله. ازاي؟ اوكي. دلوقتي المفروض ان انا هصور الفلوج بتاع النهارده او الفيديو بتاع النهارده ومنتج الفيديو بتاع امبارح وانزله. فقاعد بقى مش يعني قاعد بفلتر الماتيريال. بس انا قاعد دلوقتي بقى بفلتر الماتيريال كلها. هبدا ان شاء الله شغل فيه، يعني مش عارف بقى هيخلص النهارده ولا لا، بس اعتقد لو خلص النهارده هنزله، ولو ما خلصش النهارده هنزله بكره عادي. المهم ان هو ينزل، يعني مش فارق معايا بالظبط هبدا امتى او يبدا ينزل من امتى. وايه جود نيوز، رجعنا للمايك بتاعنا، ان شاء الله الصوت يبقى احسن يعني. فويلكم باك. اوكي، ابديت سريع. خلصت تقريبا، يعني ممكن نقول تلت اليوم. بس تقطيع بس، لسه طبعا هظبط حاجات كتير قوي لان انا عايزه يطلع بشكل معين، فلسه فاضل ده كله. يعني خلصنا تقريبا ده كله. احنا في الدقيقة لحد الآن عاملين تقريبا 4 دقايق أو 3 دقايق. فاضل لسه حوالي نص ساعة ماتيريال أو أكتر كمان، إن شاء الله إن هنخلصه النهاردة يعني. الحمد لله يتم الآن عمل الريندر. الساعة دلوقتي 5:30. الحمد لله خلصنا إن شاء الله. يعني لو جاب 100 فيو أعتقد هيبقى حاجة بالنسبة لي تمام يعني. يتم الآن عمل أبلود الفيديو، يعني إن شاء الله النت يبقى كويس فيترفع على طول وتعمل بابلشنج يعني. ماشي، اوكي. عدنا لكم من جديد. واحده من الحاجات اللي كنت عايز اتكلم فيها وهي نقطه انا مش عارف انا عايز ايه، او الحاجه اللي انا بعملها دي المفروض ان هي توصلني لايه. لان سؤال انت عايز توصل لايه ده بشوفه واحد من الاسئله المهمه جدا، اللي انت لو ما جاوبتش عليها هتبقى دايما تايه ومش عارف انت بتعمل الموضوع اللي انت بتعمله ده ليه وهيوصلك لفين. وهتفضل دايما كل ما تدخل في حاجه جديده تسال نفسك سؤال وجودي كده، اللي هو انا بعمل ده ليه اصلا من الاول، والمفروض ان انا اوصل لايه وهكذا. يعني كان في فيديو حد من الناس سال سيف، لو انت شخص ليك علاقه بشكل او باخر بالماركتنج فانت لازم تروح تتابع احمد سيف على فيسبوك او انستجرام او اي اكونت. يعني كان في حد بيساله ازاي اختار الكارير بتاعي، وطبعا هو كان بيقول ان السؤال ده بيضايقه لان سؤال مش صح او سؤال عام جدا، اللي هو عارف اللي هو انا عايز امسك فلوس. فاللي هو يعني اقول لك ايه واحده من الردود ان المستقبل رايح للاي اي، فهل اروح اتعلم اي اي عشان المستقبل رايح هناك؟ فهو رد قال له ان الريوزبل روكيتس بتاعت سبيس اكس مثلا، او الصواريخ المعد استخدامها اللي هي بعد الاطلاق بترجع تاني ويستخدموها مره كمان، دي حاجه المستقبل رايح لها مثلا. فليه ما تروحش تتعلم ده؟ ما هو ده برضه فيه فلوس ومجال المستقبل رايح له. فالاسئله دايما العامه بتاعت عايز ابقى غني او عايز امسك فلوس او عايز ابقى مشهور او مش عارف ايه، هي بتبقى اسئله عامه، فالاجابه عليها دايما بتبقى برضه اجابه عامه، اللي هو عايز تبقى مشهور اطلع ارقص على التيك توك، او اطلع اعمل حاجه غريبه على تيك توك مثلا. عايز فلوس ممكن تروح تشتغل في المخدرات مثلا، او روح اسرق بنك عادي، يعني ده هيجيب لك فلوس طالما ده الهدف. انما انت ما حددتش الهدف بتاعك او الوجهه اللي انت عايز توصل لها، اللي هو مثلا انا عايز ابقى طبيب جراحه اعصاب شغال في الدوله الفلانيه ودخلي في كذا. ده هدف محدد جدا وسهل ان انت تعمله، مش قصدي سهل ان انت
تحققه، بس سهل ان انت تعرف الطريق ليه ايه. بصراحه في ناس كتير سواء بقى صحابي او ناس اعرفها او كده يجي يقول لي انا اتخرجت المفروض اعمل ايه، او انا معايا الشهاده الفلانيه المفروض اشتغل ايه. ما هو السؤال ده مش منطقي، يعني هو السؤال ده يبان منطقي بس هو للاسف مش منطقي خالص. لان انت المفروض في الشغل، لو هنقيس على الشغل، انت المفروض عندك مهارات معينه، بتعرف تعمل حاجات معينه، فالحاجات دي هي مطلوبه في السوق بشكل معين، انت اللي محتاج تعرف الحاجه دي مطلوبه ازاي. فمثلا شخص بيعرف يصور كويس جدا وعنده المهاره بتاعه التصوير دي، ممكن يشوف في الشركات ازاي مهاره التصوير دي بيتم استخدامها، فيلاقي مثلا ان في ناس بتشتغل فوتوغرافرز مثلا ايفنتس، بيغطوا الايفنتس، او الجماعه اللي بيعملوا فود فوتوغرافي او كده، وهكذا. هيلاقي حاجات كتير، بس الفكره انه راح دور وبدا يشوف هو عنده ايه اصلا من مهارات وشخصيته عامله ازاي، الحاجه دي عامله ازاي في السوق وايه اللي هم محتاجينه، وبدا ان هو يوفق ده مع ده. انما للاسف اغلب الاشخاص بيبقوا بيسال انا عايز اشتغل. ايوه يعني انت عايز تعمل ايه برضه؟ دايما بشبه الموضوع ده بحد جاي يقول لي انا عايز اروح مكان، بس كده. تخيل حد جاي يقول لك انا عايز اروح مكان عامه، اللي هو وصلني الموقف واركب اي عربيه، هو مش عارف هو راح فين، فهو يركب اي حاجه. فخلاص يا عم تعالى معايا اوديك الموقف، العربيه دي بتروح موقف السلام، والعربيه دي هتوديك شبرا الزراعه. فلنفترض مثلا الشخص راح راكب عربيه موقف السلام، هيروح هناك يعمل ايه؟ هينزل الموقف، وبعدين هو وصل لحاجه، وصل للموقف، هو هيعمل ايه؟ يعني هو شخص اصلا هو مش عارف هو رايح فين، ممكن الحاجه اللي هو كان رايح لها دي كانت الناحيه الثانيه اصلا، كانت في الموقف التاني. بس الفكره كلها انه بسبب انه مش محدد الوجهه بتاعته، فبالتالي ركب اي عربيه قدامه وصلته لاي مكان وخلاص. وهنا حد ممكن يقول لي ان هي طب ما ممكن تظبط معايا، يعني اركب اي عربيه وخلاص واجرب واوصل هناك، وممكن الحته اللي هناك دي تنفعني. تمام ماشي، ممكن تظبط معاك فعلا، وممكن يكون ربنا كرمك بده وانه يرزقك ان الحته اللي تروحها تبقى بتاعتك، ولكن دي ما بتحصلش كتير. اللي بنشوفه ان ده ما بيحصلش كتير خالص، وانه الاحسن انك تبقى محدد الوجهه بتاعتك من الاول. في حته مهمه جدا في موضوع تحديد الوجهه ده، انه عشان تحدد اصلا المكان اللي انت رايحه ده مناسب ليك ولا لا، او الشغلانه بقى لو هنسقطها على الشغل، الشغلانه دي مناسبه ليك ولا لا، او المكان اللي انت فيه ده مناسب ولا لا. لازم تكون عارف اصلا شخصيتك عامله ازاي، انت بتفكر ازاي، بتتفاعل ازاي مع الناس، كل الكلام ده انت لازم تبقى عارفه. ايه الحاجات اللي بتضايقك، ايه الحاجات اللي بتفرحك او بتبسطك. وطبعا الجماعه بتوع علم النفس داخلين في الحوارات دي كتير. واحده من الحاجات اللي احنا بندخلها في الشغل عندنا في الشركه حاجه اسمها الكوجنيتيف فانكشنز، ودي عاملها عالم اسمه كارل يونغ. ودي نظريه يعني بيحاول ان هو يفسر بيها انواع البشر، وهي نوعا ما قريبه من الحقيقه. وفي فيديو على قناه سكول اوف ماركتنج، هو طويل شويه بتاع ساعه تقريبا، يعتبر مدخل للعلم ده او للحاجه دي، ممكن انت تروح تتفرجوا عليه، كان معمول من سنه تقريبا. فلما بتعرف نفسك الموضوع ده بيفلتر لك حاجات كتير جدا مش مناسبه ليك، وبيتبقى لك حاجات ممكن تكون نوعا ما مناسبه لنوع شخصيتك او مناسبه للحاله بتاعتك. هنا الموضوع بيبقى اسهل بكتير، انت خلاص بدل ما هتدور في 200 300 حاجه، خلاص انت قدامك مثلا 50 او 30 او 20 حاجه هتدور فيهم، او 20 وظيفه مثلا، او هتجهز نفسك ليهم. فده احسن بكتير من ان انت تروح مجال وبعدين تقعد بقى تدعي ربنا يا رب يكون المجال ده بتاعي، وتقعد فيه شويه بعدين تروح مجال تاني يا رب يطلع مش عارف ايه. وفي نقطه هنا ان ممكن حد يقول لي طب ما انا لما اجرب حاجات كتير ده هيديني خبره. تمام انا معاك في ده، بس في الشغل وفي في الحياه عموما انت معاك وقت محدود. فتخيل ان انت حد جه قال لك انا هوفر عليك سنين من عمرك في مقابل ان انت هتبقى شغال الشغلانه بتاعت حياتك. اكيد هتروح يعني، اكيد ده اديله كله فلوسي يعني. طب انا عمال اتكلم في ده كله، هل انا وصلت لده اصلا؟ لا لسه، يعني انا بدور في ده، ممكن اكون وصلت لجزء منه، جزء حتى مش كبير، ممكن يكون جزء صغير لسه، ولكن هي فعلا بتفرق. يعني مجرد ما بتلقط حاجه عن نفسك وتبدا ان انت تستغلها في الدنيا او تستغلها في شغلك او ايا يكن، الموضوع بيفرق كتير جدا يعني. واحاول برضو ان انا في الفيديوهات الجايه نتكلم في الموضوع دوت بشكل متعمق اكتر او بشكل فيه تفاصيل، وممكن حد من الناس اللي بتطلع معايا، لان مش كل الناس في اليونيفرس بتاعي لسه طلعت في الفيديوهات، فان شاء الله يحاول ان احنا نتكلم في الموضوع ده بشكل اعمق شويه، عشان هو فعلا 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 لو انت اخدته بجد ورحت دورت فيه وقدرت توصل لجزء كبير من انت شخصيتك عامله ازاي، وبالتالي تقدر تعرف انت عايز ايه في الدنيا او عايز تبقى موجود فين او المفروض تبقى موجود فين، ده شيء عظيم قوي يعني، ما حدش يقدر يقلل منه. في نقطه هنا ان الناس دايما تتوتر وتقلق وتجي لها كده بانيك اتاك، انه لو الوجهه اللي هم كانوا رايحين لها او الحاجه اللي هو كان عايزها في الدنيا دي طلعت مش ظابطه عليه، او طلعت مثلا الشغلانه اللي هو فيها دي أسوأ شغلانه بالنسبه له وهو مش قادر يكمل. فلما بيجي يفكر ان هو ممكن يغير الوجهه، بيبدا بقى ان هو ايه يحصل له الحوارات اللي احنا بنتكلم فيها دي. وفي الحته دي في مثال ظريف جدا، وهو الجي بي اس. تخيل معايا كده ان انت فتحت جوجل مابس وطلبت منه انه يوصلك حته معينه. مبدئيا هو مش هيوصلك في حته غير لما تحددها، دي نقطه رقم واحد. يعني انت لو دخلت قلت له بالله عليك وصلني اي حاجه هات لي اي حته اروحها، مش هيعمل ده يعني، مش هيشتغل. تاني حاجه، انت وانت في الطريق بتاعك للوجهه بتاعتك، لو دخلت طريق غلط او غلطت في شارع، هو مش هيشتمك ولا هيقفل في وشك ولا اي حاجه. كل اللي هو هيعمله انه هيريلود او هيعمل
ريفرش ويجيب لك طريق تاني يقول لك والله امشي من الحته الفلانيه عشان ترجع تاني تروح لوجهتك. فحتى لو انت تهت وانت رايح المكان اللي انت رايحه هتلاقي طريقه انك ترجع تروح. ثالث حاجه ان انت لو غيرت وجهتك وانت في الطريق فهو برده مش هيعمل اي مشكله وهيريفرش وبعدين يقول لك الطريق ده هيوصلك للجهه الفلانيه اللي انت عايز تروحها. فتخيل معايا كده بقى شخص مش محدد وجهه او مش عارف هو عايز يروح فين اصلا، بس هو راح ركب اي حاجه ومشي في الطريق، بس هو في الطريق تاه عن الوجهه اللي هو اصلا مش عارف هي فين، تاه في حاجه هو مش عارف هي فين اصلا وعمال يدور على حاجه تخرجه. فهي حاله عشوائيه وتوهه فظيعه جدا هتضيع منك وقت ومجهود وفلوس ونفسيا مش تبقى احسن حاجه. وهنا ما جبتش سيره الدين، لان الدين انت المفروض اصلا وجهتك معروفه فيه انك تفضل تعبد ربنا وتتقرب ليه طول ما انت عايش وتدعيه ان انت تدخل الجنه في الاخر. لكن الهدف اللي في الدنيا ده انت محتاج انت تعمله لان ما حدش هيقوله لك وانت ما نزلتش بيه، انت اللي المفروض تعمله. فلو في حاجه الواحد المفروض ان هو يستثمر فيها وقت ومجهود فعلا ذهني ونفسي ومادي وكل حاجه، هي اول حاجه انه يستكشف نفسه ويعرف الهبات والمواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه بيها، وكلنا عندنا ده، ما حدش يقول يعني ما عنديش كلنا عندنا ده. والحاجه الثانيه انه يعرف بقى انه ازاي هيستغل شخصيته دي، يستغل مواهبه والهبات اللي عنده دي في الدنيا عامه عشان يعمر في الارض. برضه عشان ما تفهمش غلط، موضوع الوجهه او الهدف في الحياه ده مش لازم يكون مثلا حاجه انك تغير العالم، يعني مش لازم حاجه اكستريم قوي كده، كفايه انه يكون حاجه انت مؤمن بيها وعايز تحققها، حتى لو كان بس انك تبقى شخص محترم بتراعي ربنا في كل حاجه انت بتعملها ومسلم تمام. بس يعني لو ده الهدف بتاعك فانت تمام. يعني كل واحد بيبقى ليه الهدف بتاعه، عشان كده كنت بقول ان انت لازم انت اللي تبقى محدد ده، مش حد هيقوله لك. ده فيديو عامه بجد والله. انت عامل فلوج؟ بقول لهم يستنونا هعمل معاك فلوج ما تيجي نقعد معاك كل سنه. لما اقعد في السكن. دي خطوبة اخت صاحبنا يا جدعان، مستنيين العريس والعروسه يوصلوا عشان نعمل الاونطه بتاعتنا اللي احنا بنعملها. باخد الكنزه واروح. باخد الكنزه واروح. يعني البنطلون ده من 3 ايام والله. خمنوا السعر في الكومنتات.